في معتقد شائع كده في الإدارة، وهو إن المدير لازم يعلي صوته علشان يتسمع ويبقى ليه حضور. ولكن في الحقيقة في مدرسة القائد الهادي الحازم، ودي اللي أنا اتعلمتها الصراحة، ولقيت إن تأثيرها في الحضور أقوى 1000 مرة من تأثير الصوت العالي. ليه؟ لأن هي بتميزك ب3 حاجات. أول حاجة مش هتصدقها، الصمت. في وسط الصخب والناس كلها بتتكلم انت صامت بس مراقب، بتراقب كل كلمة بتتقال وواعي لكل حد بيتكلم، وفي اي كونتاكت قوي بينك وبينه. واللحظة اللي هتخرج فيها عن صمتك الكل هينتبه لك وهتلاقي حضور قوي ليك. تاني حاجة، أنا بسمع أكتر ما بتكلم. لازم اللي قدامي يجيب آخره عشان وقت ما أتكلم أبقى بتكلم بوعي والكل يسمعني. تالت حاجة وأهم حاجة، درجة حرارة عقلي دايما ثابتة. يعني مش بسخن بسرعة لما حد يبقى جاي لي غضبان وسخن، مش بتوتر مع أي حد جاي لي وهو متوتر، مش بعلى في النقاش أو لما يكون في حدة. I'm a steady manager. جرب كده توطي نبرة صوتك وتسكت شوية مع قوة وحزم في التون بتاعتك، وقول لي بقى على الفرق اللي حسيته في الحضور والتأثير.